بيسال اسماعيل ومحمود خرجوا عن السيطرة. كمية الكرنج اللي طالعين فيها مو طبيعية. يعني شيء طبيعي انه اي اثنين يتزوجوا او يخطبوا يكونوا بيحبوا بعض ويصير في بنات حركات وغزل. تمام، غزل اللي هو الكلام الحلو، تمام، مو هذاك الحيوان. بس الشيء اللي شفته واللي طلع لي من يومين خلاني افكر دائما بسؤال واحد، واللي هو ليش هاي الاشياء موجودة على النت؟ مين اللي بيتابع هيك مقاطع بيض؟ فيهم مقاطع فيها كمية كرنج اي شخص ممكن يشوفها ممكن يحكي يا حبيبي شو هذا؟ يا حبيبي هذا المقطع ليش نازل على النت اساسا؟ ومين اللي بيتابع هيك محتوى؟ خليني اورجيكم مقطع لحتى تفهموا قصدي. شو؟ يا باطل يا باطل، والله ما عاش إذا تصير هيك عيني. اوه ماي جاد يا جماعه الخير، بدي خليني بس اتاكد اوقف المقطع. هذا الرجال طول بعرض عم بحط مكياج. This is gay. الشيء الوحيد اللي المفروض الرجال يستخدمه لوجه هو الفازلين، غير هيك انت مشكوك بامرك. اوكي خليني اكون واقعي، عادي انك تستخدم كريمين للبشره، بس لو صار اكثر من هيك فانت مشكوك بامرك 100%. انت مشكوك بامرك. بس دقيقه خليني ما اتسرع، لانه بالنهايه بيسان اسماعيل خطيبته، فكيف بيكون الوان وهي خطيبته؟ فهمت كيف؟ انا بسحب كلامي، بس لسه انت مشكوك فيك. لحتى تثبت عكس هذا الشيء وتثبت انك رجال بشيل الشكوك عنك. خليني اكمل المقطع. نفسي أضرب حدا. ضربني. لا، اللي بضرب بنت مو رجال على فكرة. عن جد؟ والله. أكيد. يا عمري أنت أميرتي، وين أضربك يا روحي؟ إذا إيد بتنمد عليكي تنكسر، نرمية لوين؟ لا يا ربي، لا لا لا، ليش هذا المقطع موجود على النت؟ هو حرفيا الله يديم المحبة، بس يعني ما حدا بيهتم. الناس اللي قاعدة عم تشوف هاي المقاطع شو ذنبها؟ الناس اللي عم تشوفكم بهاي الطريقة شو ذنبها؟ ليش لحتى تتعذب بهيك مقطع؟ هاي الاشياء لازم تكون بينك وبينه وبس، وحتى لو صورتوها ما لازم تنشروها، خلوها كذكرى يا عمي عندكم بالتليفون بالجوال، ما حدا له علاقة. بس ليش تنشروا هاي المقاطع؟ ليش تكون موجودة على النت؟ اكيد في بنات اعمارها صغير بين ال 11 سنة و 16 سنة بيتمنى يكون عندهم مثل محمود مثلا، بس ركزوا معي على الفئة العمرية بين 11 16 سنة ماكس 17 سنة. وهذا السبب لحاله بكفي انه لازم هذا المحتوى يوقف، لازم ما يستمر. استغفر الله. بس المقطع تبع المكياج بصراحة اللي شفتوه هذا طويل كتير وفيه كتير حركات كرنج وكتير اشياء كرنج، مشان هيك مستحيل اشوفه كله ومستحيل اورجيكم اياه كله. احنا شو الزلمة بدنا نتعذب يا جماعة الخير؟ انا بصراحة كل ما بشوف بيسان اسماعيل وخطيبه محمود كمية الكرنج اللي بشوفه مو طبيعية وبتعذب. اكتبوا لي مين مثلي بالتعليقات يا جماعة الخير. بس حب اورجيكم مقطع تعطي فيه بيسان اسماعيل حكمة. مقطع لقيته بالانستغرام طلع لي هيك صدفة. كانوا ينتقدوا في خطيبك انه مبين بيبي فيس لانه ما عنده لحية، فجوز رحمة رياض شال اللحية الكسندر علوم، فنزلت عديلة بتقول لا هيك صاروا يشبهوا بعض كأنه من أم واحدة. اوكي بصراحة هلا شوف، لو الرجولة باللحية كان حتى الصرصور رجال. يس صراحة الحكمة رهيبة، بس ما بحس انها بتركب للشخص اللي بتقصديه، صح؟ يعني بالله عليك هاي رجولة؟ اتوقع لازم تعدل الحكمة. صار لازم تحكي انه الرجال هو الرجال بتصرفاته مو بشكله بشكل عام. المهم هذا كان مقطع اليوم. حابب اعتذر منكم على التلوث البصري اللي صابكم، بس لازم بما اننا عائلة واحدة، لو انا تعذبت تعذبوا معي. فاهمين كيف؟ شو اتعذب لحالي انا؟ لا طبعا اكيد. بس والله خليني اروح اعقم عيوني بديتول ولا باي حاجة. يا جماعة الخير كان معكم داي، سلام.